السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. أول فطار لأول يوم في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عملت الفراخ التندوري وعملت سمبوسك وعملت طاجن بامية باللحمة في الفرن. تعالوا ندخل فيديو ونشوف عملنا ازاي. جبت معلقة سمنة وحطيتها حمرت فيها اللحمة. حطيتها تسويحة كده قبل ما احطها، وكنت في الفترة دي حاطة مية بتغلي لغاية ما نشوحها ونديها اللون الكرملة دي اللي نكرملها، لان هنعمل طاجن البامية مكان تحميرة اللحمة دي. جبت بصلة برضو وحطيت ملح وفلفل، وهحط كمان طماطماية وبصلاية وجزراية وورق لورا وحبهان، وهنحطها لغاية ما تستوي 3/4 سوا. حطيتها في الحلة وسبتها تستوي، وهنعمل التتبيلة بتاعت الفراخ التندوري. جبت توابل الفراخ التندوري، التوابل الجاهزة، وحطيت برضو فلفل اسود وزبادي، وهحط زيت. حطيت زيت وخل وليمون، معلقتين زيت كده ومعلقة خل، وبرضو عصرة نص ليمونة، وهقلب كل الخليط ده مع بعض. وهنحط الالوان اللي هي الوان الجل اللي هي الصحية هنحطها، او عايزة تعملي اللي هي البودرة برضو براحتك، اي لون، بس اهم حاجة يكون صحي اللي احنا بنستعمله للاكل. هتبل كل الفراخ، فتحتها فتحات كده من تحت الجلد وفوق الجلد، وهندخل كل التتبيلة فيها. طبعا التوابل فيها برضو الملح جاهزة، الملح وكل التوابل اللي فيها جاهزة دلوقتي عند العطارين او اللي هي الاكياس، وتبلتها بالطريقة دي. يمكن مقطع جه قبل مقطع. لما تتبلي الفراخ، لو انت مش متبلاها وشايلاها، تبليها قبل ما تبتدي في الاكل، بحيث ان هي تاخد حتى 10 دقايق، تاخد نص ساعة، تاخد التتبيلة وتطعم. حطيت البامية برضو معلقة سمنة حطيتها، وشوحت فيها تومة، وشوحت فيها البامية عشان تاخد تطعيمة اللحمة. وكمان حطيت الفلفل عليها الوان، وحطيت عصير الطماطم اللي احنا مجهزينه في الفريزر قبل كده، حطيته على طول فيها، وعصرة ليمونة ورشة كزبرة مطحونة، وحطيت برضو نص معلقة مرق اللي هو جاهز، المرق البودرة، وحطيت فيها. كانت اللحمة استوت في الفترة دي 3/4 سوا، حطيتها وهتاخد غلوة، وحطيتها على طول في الفرن تكمل سواها مع الفراخ لغاية ما تستوي. الطريقة دي كنت مسخنة طبعا الفرن، وكنا حاطين الفراخ، وكمان حطيت جنبيها طاجن بامية كمل سواها مع بعض. وده كان فطارنا النهاردة. يا رب اكون عطيتك افكار حلوة. وعملت جنبيها رز بشعرية وسمبوسك، حشيتها بالجبنة وحمرتها وعلى طول. والرز اللي احنا مجهزينه في تجهيزات رمضان، طلعت كيس وسويت على طول رز بشعرية، وكان ده فطارنا النهاردة. يا رب اكون عطيتك افكار حلوة تجربيها وتعجبك.